المشكلة بقى إن إبراهيم بدأ يلاحظ هو كمان تعبي وانتفاخ بطني، وطبعا خفت أقوله لأنه لو عرف مفيهاش حل تاني غير إنه هيقتلني، ولو هربت منه مش ههرب من أهله ولا أهلي. فبدأت أدور على طريقة علشان أنزل اللي في بطني، ولما جربت أعمل كل الطرق اللي كنت أعرفها عشان أنزل الطفل برضه فشلت. في الفترة دي زادت شكوك إبراهيم وبدأ يراقبني من غير ما أعرف. وفي يوم من حظ المنيل نزلت اجيب طلبات البيت، وانا راجعه قابلني ممدوح صاحب ابراهيم، لقيته جايب لي الفلوس وجاي يديهم لي في مدخل البيت. وفجاه لقيت ابراهيم هجم عليه ونزل فيه ضرب. فكروا ان هو ده الشخص اللي خنته معاه لما كان غايب، وما سابوش غير وهو جثه بين ايديه. من المنظر بدات اصوت، فضربني بالقلم على وشي عشان ما افضحوش، لغايه ما نفكر هنتصرف ازاي في المصيبه دي. ففكرت افضل ساكته واسيب ابراهيم افكر اني خنته مع ممدوح لغايه ما افكر هعمل ايه. ولما جه الليل كلم ابراهيم جارنا اللي عنده حنطور انه عاوز يأجره ليلة علشان يفسحني، وفعلا وافق واداهوله. واستنينا لما الحي كله نام ومفيش حد يقدر يشوفنا، وحطينا فيه جثة